بسم الله الرحمن الرحيم. قائد رشاد الخرباشي الأمين العام للاتحاد الكشفي للمغرب العربي. تابعت بكل اهتمام كل الملاحظات وكل الإشارات التي تفضل بها عدد من الإخوة القادة في المغرب العربي حول التسمية التي نعتمدها في الاتحاد، باعتبار أننا من البداية في القانون الأساسي تماشينا مع ما يسمى على المستوى الرسمي الاتحاد الكشفي للمغرب العربي. وبطبيعة الحال اقتراح وجيه بالنسبة للإخوة اللي تقدموا، باعتبار يراوا أنه إمكانية تسمية الاتحاد الكشفي المغاربي، وهذا ليس فيه أي حرج بطبيعة الحال، باعتبار أننا كلنا مغاربة وبكل الطوائف الموجودة في المغرب العربي. يعني شخصيا لا أرى مانعا من ذلك، ولكن اللي نقوله التسميات الرسمية الحكومية والدوائر اللي تتعامل مع هذا الاتحاد كلها تستعمل التسمية، باعتبار أن هناك مغرب عربي كبير ومضطرين للتفاعل مع كل من يتعامل معنا. وربما في مؤتمر من المؤتمرات نقترح ذلك، ولما لا، باعتبار أن ليس هناك حرج في هذه التسمية، بالعكس هو يدعم أركان المغرب العربي. هو ما يهمنا الآن هو بعد هذا الركود وبعد هذه الفترة التي عاشها الاتحاد منذ أكثر من 20 سنة الآن، نتجه معا وبعزيمة صادقة نحو إرساء قواعد سليمة لإعادة إحياء الاتحاد. واللي يهمنا هو الحركة الكشفية التي تطغى قبل كل شيء في روحها ومضمونها على مستوى بلداننا المغاربية. واللي يهمني أكثر كيف تعود العلاقات بين القادة وبين الكشافين وبين أفواجنا وبين جهاتنا وبين القيادات العامة، وربما ننسج على منوال العلاقات الموجودة اليوم بين قادتنا العامين وما يدور في كل اللقاءات العربية والدولية بين المغاربة من أخوة ومن صفاء ومن اتحاد ومن حب ومن صداقة صحيحة تجعل التقارب يكون 100% مغاربي، وفيه الود وفيه الوفاء وفيه الإخلاص، أولا لروادنا الذين ضحوا من أجل هذا الاتحاد، وفي نفس الوقت من أجل الأجيال القادمة. أولويتنا اليوم هو تركيز دعم هذا الاتحاد. أما التسمية فقد تأتي في أي وقت من الأوقات، ولا أتصور أن هناك حرج، ولا أتصور أن هناك من يستغل هذه التسمية لتبرير تعاطي معين مع فئة من الفئات، بل بالعكس كلنا إخوان وكلنا كشافين. والدليل على هذا تنوع القيادات هنا الموجودة تقريبا عن من يمثل كل الحساسيات وكل الفئات الاجتماعية في المغرب.